مرحبا بكم في قناة أجي تعلم الدارجة المغربية. اليوم حجاية بعنوان فاعل الخير يلقاه. نبداو على بركة الله. في قديم الزمان كان واحد الراجل درويش وبسيط سميتو الراضي. هذا الراجل ما كان كيكسب والو من الدنيا، ولكن كان عنده قلب كبير ويدو ديما ممدودة للخير، وخا عنده غير طرف د الخبز يقسمو مع الجيران مع الجيعان. واحد النهار خرج غادي يقلب على طرف د الخبز في السوق. داز عليه النهار كامل وهو كيتمشى حتى عيا، وفي الاخير عطاه واحد المحسن 3 دراهم د الفضه. فرح غادي بزاف وقال الحمد لله، اليوم غادي نشري خبزه وشويه د الزيتون نتعشى بهم انا ومراتي. وهو راجع في الطريق تلاقى مع واحد الشيخ كبير هز فوق ظهرو حزمة الحطب باين عليه التعب والجوع وما لابس شي مزيان. وقف الشيخ وقال لغادي الله يرحم الوالدين ولدي، عاوني بلي قسم الله راني هاد النهار ما دقت لقمه وعيالي جيعانين. غادي ما فكرش بزاف، حط يدو في جيبو، جبد هادوك 3 دراهم كاملين وعطاهم للشيخ. قال له هاك يا عمي الله يجيب التيسير. الشيخ فرح بزاف، دعا معاه وقال له سير يا ولدي الله يجعل زادك ما يخلى والخير يتبعك فين ما مشيتي. رجع الراضي لدارو بيدين خاويين ولكن القلب فرحان. مراتو ملي شافتو سولاتو فين العشاء، حكى لي هذاك الشيء اللي وقع. مراتو اللي كانت حتى هي مرا صالحه ابتسمت وقالت له الصدقه ما كتصدعش عند الله، اللي درتيها فيها الخير. ذاك الليل نعسو بجوج جيعانين. في الصباح الباكر دق عليهم الباب واحد الراجل غريب لابس الهمه والشن وورا الحمار ديالو محمل بالصنادق. قال له غادي واش انت هو الراضي؟ قال له نعم انا هو. قال له الغريب واحد الشيخ كبير صيفط لك هاد الامانه، هاد الصنادق فيهم الدقيق والزيت وعسل وفلوس د الذهب، وقال لك هادي رزق النيه الصافيه والصدقه ديال البارح. غادي ومراتو بقاو مبهوطين بقدرة الله. من داك النهار ولا غادي من اغنى الناس في القبيله، ولكن عمره ما نسى الدرويش والمسكين وبقى ديما كيتصدق وفرق الخير. وهذه قصه فيها عبره، اللي كيعمل الخير كيلقاه. نتلاقاو في حصه مقبله، شاركوا فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا. سلامه.